قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اللهم اجعل بيتي بيت رحمة وبركة وتقوى وإيمان، وانزع منه يا رب وساوس الشيطان، وبارك اللهم في أرزاقنا، وأبعد عنا يا رب عيون الحاسدين وقلوب الحاقدين، وبارك لي في أهل بيتي واجعلنا في خيرك منعمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا اللهم يسر لهم هذا الامتحان، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، واشرح صدورهم ويسر أمورهم. اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 ثم دعا إلا قال الله أجبت أجبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. كان رسول الله يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال رسول الله محمد. النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات حين يصبح و7 مرات حين يمسي كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا
والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من